إذا كنتوا تقعدون أغلب اليوم سواء بالمكتب، بالسيارة، بالديوانية أو حتى بالبيت، جسمكم مع الوقت يتكيف ويصير محترف بالقعدة عن طريق إطفاء عضلات معينة وتشغيل عضلات ثانية بشكل مفرط، والنتيجة جسمنا يدخل في الوضعية هذه اللي الراس يصير لقدام، الأكتاف والظهر العلوي يتقوسون، والظهر السفلي ينحلي بشكل مبالغ فيه مع الانحراف للحوض للأمام. ونزيد على هذا كله أن أغلب الناس ما يقعدون عدل، يميلون على جنب، يرفعون كتفهم أكثر من الثاني، وبعدين يصير عندنا جنب أقوى من الثاني وجنب أقصر من الثاني، والنتيجة ألم بالرقبة، ألم بالظهر، ضعف بالأداء بالنادي، وصعوبة حتى ان احنا نوقف عدل بعض المرات. بناء على تحليل عدة ابحاث علمية نعرف ان هذه مشاكل سببها عضلات صارت ضعيفة وطافية، صارت متشنجة ومشدودة. الحل بعطيكم روتين بسيط يفتح لكم جسمكم عشان نرد مثل قبل. بنهاية الفيديو بوريكم بالضبط شلون تطبقون هالروتين في يومكم عشان تحصلون افضل نتيجة. فخلنا نبدي اول شيء. التمرين الاول هو السكابيولر سويمر. هذا التمرين يقوي العضلات الضعيفة في منتصف الظهر والدلت الخلفي، العضلات اللي تسحب كتفنا للخلف وتعكس الانحناء. ننام على بطننا، نمد ايدنا لفوق راسنا على شكل حرف الواي، ابهامنا لفوق، ونلف ايدنا ونردها لورا ظهرنا 10 إلى 12 تكرار بطيء. انتبه ان ما نرفع كتفنا بزيادة وان نحرك لوح الكتف لتحت. التمرين الثاني اللي هو ثريد ذا نيدل، هذا يفتش تشنج الظهر العلوي اللي يصير مع القعدة ويرد حركة الدوران اللي فقدناه. نقعد على 4، نحط ايد ورا راسنا ونلف كوعنا فوق نحو السقف ونخلي عيلنا تتبع كوعنا، بعدين نمرر نفس الكوع تحت اليد الثانية ونحاول ان نتمدد كثر ما نقدر. 8 تكرارات بكل جهة. والقاعدة الذهبية ان الدوران يجي من منتصف الظهر مو من الكتف. اذا حسيتوا ان قاعد تشدون على كتفكم وقفوا الحركة، تحركوا فقط من الظهر. التمرين الثالث اللي هو الدور واي باك ستريتش، هذا راح يفتح عضلات الصدر والكتف الامامي اللي تشنجت وسحبتنا لقدام. نوقف على باب او راك اي شيء نحتاجه ونحط ساعدنا على اطار الباب بزاويه 90 درجه، ورينا المعاكسه للامام، ونميل جسمنا للامام من خلال الباب ونلف صدرنا عكسه. نثبت 30 ثانيه بكل جهه. وننتبه عن شغله مهمه، المفروض نحس بالشد في الصدر مو في قدام الكتف. إذا حسينا بالكتف ننزل كوعنا أكثر، وغالبا بتلاحظون أن جهة شادة أكثر من الثانية، خصوصا إذا احنا نميل على نفس الجنب وإحنا نقعد. إذا في منطقة شادة أكثر من الثانية نزيد الوقت عليها ولا نفكر بزيادة. الحين ندخل في تمارين الجزء السفلي. التمرين الاول راح يكون الورلدز جريتست ستريتش. سموه ذا وورلدز جريتست ستريتش لانه هو يفتش 3 مناطق في حركه واحده، عضلات الفخذ الاماميه، الظهر العلوي، والعضله الخلفيه للفخذ. ننزل بهذه الوضعيه وركبه الرجل الخلفيه على الارض والرجل الاماميه مسطحه، ونحط ايدنا المعاكسه يم القدم الامامي على الارض، والايد الثانيه نرفعها للسقف مع لف الصدر. 5 تكرارات لكل جهه، ونثبت فوق 3 ثواني. والقاعده المهمه ان نضغط المؤخره الخلفيه قبل ما تلف، هذا يحمي ظهرنا السفلي ويفتح الفخذ اكثر. التمرين الثاني اللي هو الهيب سويتشز 90-90، هذا التمرين يفتح الدوران الداخلي والخارجي للحوض، منطقه فيها نقص ضخم عند كل شخص يقعد وايد. نقعد على الارض، الرجل الاماميه منحنيه 90 درجه قدامنا والرجل الخلفيه منحنيه 90 درجه على جنب. نميل صدرنا للامام فوق ساق الرجل الاماميه، بعدين نبدل الرجلين بلفه من المنتصف. 8 تبديلات. والقاعده ان نقعد مستقيمين قبل ما نميل. اغلب الناس يقوسون ظهرهم ويضيعون الشد الحقيقي في الحوض. التمرين الثالث السايد لاين كلامشلز مع رفع الرجل، هذا يشغل عضله الجلوت ميديوس، العضله الجانبيه للمؤخره اللي تختفي مع القعده وتسبب عدم التوازن. ننام على جنب والركبتين منحنين 90 درجه، الحوض واحد فوق الثاني، ونخلي الاقدام متصلين ببعض. نفتح الركبه العلويه مثل المحاره ونثبتها ثانيتين، بعدين نمد الريل ونستمر في رفعه لفوق، بعدين نرجع. 12 تكرار لكل جهه. والقاعده لا تخلون الحوض العلوي يميل لورا، الحوضين يبقون فوق بعض عموديا ولا بنغش ظهرنا السفلي. مثل ما قلت قبل غالبا جهه بتكون اضعف من الثانيه، فالجهه الاضعف تحتاج شغل اكثر شوي. التمرين الرابع السنجل ليج هيب ثرست، هذا يقوي الجلوت ماكس، اكبر عضله في المؤخر، هي العضله اللي تطفى تقريبا تماما وقت القعده. ننام على ظهرنا وريل واحده مركبه على الارض والثانيه ممدوده مستقيمه، ندفع من كعب الريل المركبه ونرفع حوضنا لين ما يصير جسمنا خط مستقيم من الكتف للركبه، ونحاول ان نسوي سكويز المؤخره بقوه في الاعلى. 10 تكرارات لكل جهه. والقاعده
ننزل اضلاعنا ونسحب الحوض. اذا حسيتوا بألم في الظهر السفلي يعني انتم قاعد تقوسون بدال ما تدفعون المؤخرة. بعد ما نتقن هالشيء نقدر نضيف وزن على حوضنا لتطوير القوة. اوكي خلوني الخص لكم كل شيء. 8 تمارين موزعة على روتينين، وكل روتين 5 دقائق. والابحاث على الموظفين تقول لنا اعلى انتاجية تكون موجودة لما احنا ناخذ بريك كل 52 دقيقة، وبهالبريك نستغل هالتمارين نسوي واحد كل ساعة. اذا نقدر مرة باليوم لكل روتين راح يكون مثالي، واذا مرتين هم ممتاز. بس انتبهوا ترى القعدة بس جزء من المشكلة، لأن نفس المشاكل هذه نشوفها مع الناس اللي يوقفون وايد. المشكلة الحقيقية هي عدم أخذ الأوقات الراحة المناسبة، وعدم الوعي بوضعية جسمنا واحنا قاعدين أو واقفين، وطبعا عدم الحركة بشكل عام. فنركز على الأمور هذه ونستخدم هالتمارين وبنشوف تغيير حقيقي. فإذا تبون برنامج متكامل يعلمكم شلون تتمرنون وشلون تاكلون عشان تبنون جسمكم وتخسرون الدهون العنيدة بطريقة علمية ومرتبة، شوفوا الرابط اللي تحت. سجلوا جميع بياناتكم، راح نتواصل معاكم عشان نعطيكم أفضل برنامج وأكثر شيء مناسب لكم انتم. إذا استمتعتوا بالفيديو لايك وسبسكرايب للقناة، وحطوا كومنت شنو تبون تشوفون بعد، ونشوفكم بالفيديو الجاي.